السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل كفتة رز في البيت ان شاء الله، وبطريقة سهلة وفيها تريكة كده هتخلي الكفتة معاكم يعني ما تفكش معاكم ولا تكش في قلب الزيت، ولا حتى لما تحطيها في الصلصة. انا عندي هنا الرز نص كيلو، او يعني مش نص كيلو، انا عندي نص لحمة مفرومة، مش هحط على نص رز، حطيت على كوباية ونص رز. وعندي 4 معالق شعرية، مسكت الشعرية طحنتها في المطحنة بتاعة الخلاط اللي هي العادية خالص. ان شاء الله بإذن الرحمن احنا هنشتغل النهاردة بمطحنة الخلاط، برغم انا عندي كبة هوريها لكم في الفيديو. اخدت 4 معالق زي ما انتم شايفين كده، طحنتهم في المطحنة، بشرت جزراية واحدة، وعندي قرن فلفل ده سبايسي اختياري، عايزة تحطيه بارد تحطيه. عندي 4 فصوص توم مفرومين، عندي بصلتين بمعدل بصلة وسط. تمام. وعندي هنا شبت بقدونس وكزبره، من كل حاجه نص ربطه، نص يعني نص الربطه كده. ما تحطيش شبت لان بيغمقها، بيخلي الكفته غامقه. اول حاجه هبدا فيها الرز، مسكته غسلته ونقعته 10 دقايق. بعد ما نقعته 10 دقايق صفيته، وبعد ما صفيته فردته على فوطه على طبقتين لغايه ما نشف خالص، يعني بقى ما فيهوش نقطه ميه. خدته بقى طحنته في المطحنه، بقى عامل زي السكر البودر زي ما انتم شايفين. هنزل عليه بمعلقتين الشعريه اللي انا كنت طحناهم، اللي انا وريتهم لكم في اول الفيديو، 4 معالق طحنتهم واتحطهم على الرز. همسك بقى البصلايه كله في قلب المطحنه بتاعه الخلاط اهوت. انا يعني ما بحطش حاجه بره المطحنه. هحط بقى القرن الفلفل مع البصلتين. ممكن تبشري البصلة في قلب المبشرة وتحطيها في الكبة مع قرن الفلفل في المطحنة بتاعة الخلاط مع قرن الفلفل. وممكن تقطعيها زي كده. وهنزل بال4 فصوص توم. تمام. انا التوم ده مفرزاه عندي في الفريزر. هاخدهم بقى واروح على الخلاط اطحنهم في يعني افرمهم جامد ناعم قوي قوي. وبعد كده هاجي جاية هنا في قلب الرز نازلة عليهم في قلب الرز زي ما انتم شايفين كده. حتة فلفلاية زي دي ما انطحنتش حطيها تنطحن مع بقية الخضار. هلم بقى البصل وقرن الفلفل والثوم، هلمهم في قلب بعضيهم كده، وهاجي واخداهم حطاهم في ايه، في طبق الرز اللي عليه الشعريه، المعلقتين الشعريه اللي احنا ايه فرمينهم 4 معالق، يدوكي معلقتين كبار هرمي مطحونين. تمام. بعد كده هنزل بالجزرايه اللي انا كنت بشرها معاكم اهيت. وهنزل بالخضره، هاخد شويه خضره، مش هاخد الخضره كلها احطها في المطحنه عشان ينفع تنطحن معايا وانا بطحنها. تمام. هحط معلقه ميه واحده، اللي هي يعني معلقه بس يا دوبك تلف معايا المطحنه كده. تمام. علشان خاطر اعرف ما تاخدش معاكي وقت، واعرف ان انا تمشيلي الخضار وتخليهولي ما فيهوش اي قطع كبيره. همسكها بقى، حطيت المعلقه دي وبقى تقليب وتديها تقليبه لغايه ما هتتفرم معاكي بالشكل ده. انا هنا ضربت الخضره جامد مع الجزرايه، وبقيه الخضره مش هضربها جامد كده، لا هخليها نص ضربه، اللي هي يبقى تبقى ايه مش مهريه قوي زي ما انتم شايفين كده في الفيديو، لا اللي جايه دي هفرمها فرم اخشن شويه. اهو هنزل في المطحنه بيهم حبه الخضره التانيين بردك اهمت. بردك تحطي معاهم نقطتين ميه، اللي هي معلقه من معلقه الاكل دي ميه مع الخضره، هتقوم تندرب معاكي بسهوله جدا وهتبقى معاكي ناعمه. تمام. هاخدها بردك اطحنها، وزي ما انتوا شفتوا كده اهوت طحنتها بردك، وهاجي نازله عليها على هنا على الرز وعلى كل الحاجات المكونات اللي احنا حطيناها كلها، كله شغاله بيه في مطحنه الخلاط، عشان ما فيش واحده ما تروحيش تقفي عند الجزار بالساعات، ما تروحيش تعطلي نفسك وتعطلي يومك، كل يوم قصير داخل عليك رمضان. اشتغلي بالحاجه اللي موجوده في بيتك. حتى لو ما عندكيش كبه هتقدري تعملي كفته الرز في البيت، وانضف واحلى من ان تروحي عند الجزار وتبقى دي مش نظيفه ويحط لك في البتاع وتقفي طابور وعلى ايه كل الكلام ده. انا دلوقتي هعجنها معاكم، ولو محتاجه اخدها حته حته واحطها في المطحنه تمام، مش محتاجه هتني اعجنها جامد بايدي قوي قوي لغايه، لان كل حاجه عندي هنا ناعمه. هعجنها كده جامد زي ما انتم شايفين بالطريقه دي. انا لغايه وقتنا هذا ما حطيتش لسه اي نوع من البهارات. تمام. انا بوريكم المج اللي هو بتاع اللي انا عيلت بيه الرز، اللي هو المج الشاي العادي، اخدت كوبايه ونص رز، وبقيه النص اللي هما ال4 معالق الا معلقه كملتي بيها المج، يعني اعتبر معلقتين كوبايتين سوري مجين رز على شعريه ما عدا ناقص معلقه. اهو بعجن زي ما انتم شايفين لحد وقتنا هذا، زي ما قلت لكم انا ما حطيتش اي نوع من البهارات. البهارات اللي انا هنزل بيها بقى هيبقى عباره عن ملح
وفلفل وكزبره ناشفه وفلفل اسود وملح ورشه حبهان سوري ورق لورا مطحون. الورق اللورا المطحون مش هيأثر معاكي في اللحمه ولا هيبان طعمه يعني الورق بتاعه، ولا هيبان اي حاجه. بالعكس ده نوع من نوع البهارات اللي انت هتنزلي بيها. زي ما انتم شايفين كده اهو. نزلت هنا بالورق اول حاجه الورق اللورا، نزلت بقى بالفلفل اسود. كل حاجه نص معلقه او ربع معلقه من اللي هي بتاعه الشاي دي، ربع معلقه فلفل اسود، شويه كمون، شويه كزبره ناشفه، شويه بهارات لحمه. الملح بقى طبعا حسب رغبتكم انتم. حبه ورق لورا صغيرين، مش عايزه تحطيه، ده حاجه اختياري ليكي انتي، بس انا بقول لك يعني ان هي بتخلي ريحه اللحمه حلوه. هتني بقى اعجن فيها لغايه ما اخليها كلها تمتص في بعضها وتبقى كلها متسمغه ببعضها. وبعد كده هوريك. انا مش هرجعها المطحنه، انا اللي بحط قطعه اللحمه بلم الخضره اللي جوه المطحنه، مش هرجعها في المطحنه تاني ولا هرجع اعملها لاني مش محتاجه مني ان انا اعملها تاني. انا بس بلم الحاجات اللي في البتاع لان استحرمتها وقلت خلاص انا مش هرجعها، وبروق حوالين مني اهو زي ما انتم شايفين. وخلاص انا كده خلصت معايا الكفته. ماشي، هعجنها لغايه ما اوريلكم واحنا بنصبحها بقى. بصوا هنا خلاص انا خلصتها. هجيب بقى في حوالي 3 4 معالق زيت، حبه زيت في طبق زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم ولا دخلتها التلاجة ولا عملت، والله عملتها وصبحتها في ساعتها. انا دخلتها التلاجة ما فيهاش اي سوائل ولا طريه ولا اي حاجه زي ما بنجيبها كده من عند الجزار، يقول لك تحطيها شويه في الفريزر او في التلاجة عشان تمسك في بعضها، ولا الهوا. او زي ما انتم شايفين بصبع الصباع. انت بقى صبعي الصباع اللي يعجبك. انا بحب اصبعها صغيره، الصباع صغير اللي عشان انا هنزلها في الصلصه، بحيث اللي يجي ياكل معلقه الرز مع صباع الكفته ما يقطمش منه ولا يقطع منه ولا الكلام ده، لا ياخد الصباع على المعلقه كده بالحبه الرز. وهعمل شويه تاني كبار اللي عايز ياكلها، لان عندي عايزين ياكلوها بردك ناشفه. هعمل شويه تانيين بياكلوها هم بعيش وطحينه ومخلل كده وجرجير، هنشوفه دلوقتي في الفيديو. هاجي بقى هنا للزيت بعد ما صبعتها وخلصتها اهو شايفين بالطريقه دي. هاجي بقى هنا للزيت هحطه، وحاجه حاطه الكفته ولا هتفك معاكي في الزيت ولا حتى هتفك معاكي في الصلصه، هتفضل معاكي لتاني يوم ان شاء الله، يا رب تقعديها كام يوم في التلاجة هتفضل معاكي ثابته. انا هنا باخد 4 معالق زيت علشان اقلي فيها التومه عشان اعمل الصلصه جنبي زي ما انتم شايفين كده. والعين التانية حاطه عليها رز، عملت الرز بشعريه حطاه على العين. هنا بقى حطيت في الحله حبه زيت من السخنين دول، وهاجي نازله بقى بالكفته. تنزلي بقى صباح صباح كده في قلب الصينيه، وما تقلبيش الكفته لما تنزلي بيها في الصينيه، لا لما تلاقيها خدت لون قلبيها. ما تقعديش تقلبي فيها كده شمال ويمين، علشان خاطر انا هنا بس بوسع عشان في صباع جه على الحرف فكان لازق في الصينيه. اول ما تلاقيها خدت لون تيجي قلبها كده، هتطلع معاكي زي الفل ولونها ذهبي كده وجميل وزي الفل، ومقرمشه من بره وطريه من جوه. وهتشوفي صباع الكفته اخضر كده وجميل واحلى من الجزار واحلى، ولا تعطل عند الجزار. يعني انا الوقت اللي اخدته هنا في تحضير الكفته بالنعمه، ما تلبسي العبايه بتاعتك وتنزلي او تلبسي حاجه وتنزلي تعملي في الكفته في الشارع، لا انا الوقت اللي انا هضيعه في كده انا عملت منه الحاجه في البيت وفي الجو البرد ده، وفي نفس الوقت مدفيه بيتك وكل الخير في بيتك ان شاء الله. عندي هنا نزلت بفصين توم مفرومين وانا بقلي الكفته معاكم، هياخدوا لون معايا لون ذهبي. عندي طماطم مفرزاها حوالي مج ونص طماطم، هنزل بيه على التومه بعد ما تاخد لون ذهبي معايا. ونصيحه لما تكوني بتطبخي في حله سلستيل زي عملتي كده، تخلي النار هاديه عندك عشان ما تتحرقش معاكي من الجناب. انا بحب طبيخ الحلال السلستيل بيبقى روعه طبعا. وهنا زي ما انتم شايفين الكفته اهيت على البوتاجاز، اخدت معايا لون التومه اخدت معايا لون ذهبي زي ما انتم شفتوا. نزلت عليها بالطماطم، وبعد كده بقى ايه هحمر الكفته ونشوف هنعمل ايه تاني. بصوا هنا الكفته اهي طلعتها زي ما انتم شايفين. الكفته لما تيجي تطلعيها حطيها في مصفى، تحطيها صينيه علشان خاطر تفضل معاكي ناشفه وتبقى حلوه وما تبقاش شاربه زيت ولا حاجه. بصوا انا بوريكم الكفته من جوه خضراء، وبنتي بردك نفس الطريقه عماله تخطف في الكفته جنبي اهي. بصوا الكفته من جوه خضراء ازاي وجميله ومقرمشه وطريه من جوه. انا هنا بقى نزلت فيها بالصلصه اهي بعد ما استبكت الصلصه معايا. حاولي ما تخليش الصلصه بتاعتك تبقى تقيله بتاعت الكفته، خليها خفيفه، لا هي تقيله ولا هي خفيفه. هنزل بقى عليها بملح وفلفل اسود وحبه كزبره ناشفين وخلاص على كده. الصلصه بصوا عنده زي ما انتم شايفين كده خفيفه مش تقيله. لان انت مش بتعملي باميه عشان خاطر تخليها تقيله، لا الصلصه لما تبقى خفيفه معاكي كده تبقى طعمها حلو وانت بتاكليها وما تبقاش تقيله. عندي بقى فص توم مهروس او فصين صغننين، حطيت عليهم حبه كزبره ناشفه وجيت عامله لهم طشه زي طشه الملوخيه، وجيت نازله على بتخلي طعمها خطير وروعه.
انا هنا خلاص خلصت الاكل كله. بص الكفته، بص الصباع بصباعه ازاي. في ناس بتحط بيكنج باودر، انا ما حطيتش لا بيكنج باودر ولا حطيت اي حاجه، والكفته مفرغه من جوه، والصباع والله حتى ما كش. عملت رز بشعريه زي ما انتم شايفين، وعندي التانية اللي انا عملتها ناشفه، وحطيت بقى جرجير، وحطيت طماطم مقطعاها، عملت شويه طحينه وعيش بلدي. عايزه اقول لكم اكله جميله واكله روعه وسخنه ودافيه كده في البيت، والبيت بتاعك دافي ومليان بالخير ان شاء الله باذن الرحمن. اعمليها في رمضان. بص انا بعمل معاكم سندوتش اهوت. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير واشتراك في القناه وتفعيل الجرس، واعملوا لي شير كتير. ان شاء الله باذن الرحمن نكون صحبه عند الحبيب المصطفى السنه الجايه، ورمضان سعيد عليكم. سبتكم في رعايه الله. السلام عليكم ورحمه الله.